الرز بالجمبري مفلفل فلافيله وخطير بطريقه ما تتخيلوهاش. طعمه تحفه. يعني لو جربتوه بجد هيعجبكم جدا. بصوا شكله عامل ازاي، انا من كتر حلاوته الصراحه اكلته وانا لسه بصور الفيديو. تعالوا بقى بينا نشوف هنعمله ازاي ونقول بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه هعملها واني جبت الجمبري وهبدا اللي انا اقشره. بنقشر الاول الراس وبعد كده بنشيل الجسم اللي جوه وبعد كده بنشيل الديل وبس كده. دي طريقه تنظيف الجمبري سهله جدا. وطبعا بقى بنغسله غسله يعني حلوه جدا. بغسله بقى ازاي؟ بغسله بحطه كده في طبق حلو كده، بحطه فيه ميه، بفضل ان انا ادعكه كويس بايدي لحد ما الزليطه اللي فيه تروح تمام. وبعد كده بنقعه في شويه ميه وشويه ملح وشويه ليمون. يعني بياخد بالظبط 5 دقايق وبعد كده بقى اغسله تاني وبعد كده اصفيه. دي اسهل طريقه للجمبري، بتضيع اي زفاره وبجد حلو جدا. عايزه اعرف برضو الطريقه اللي انتوا بتغسلوا بيها الجمبري وبتضيع منكم اي زفاره، اكتبوا لي تحت في الكومنتات. طبعا انا هنا خلاص خلصت الكميه كلها بتاعه الجمبري كده زي ما انتم شايفين، وطبعا غسلته. بعد كده جبت الهون، حطيت فيه توم، حطيت على التوم ملح، كمون، كزبره. ببدا اللي انا ادقه تمام. دقيته كويس جدا في الهون لحد ما نعمته خالص. بعد كده هجيب الليمون، حطيت عليه ليمونيه تمام. وبدات اللي انا اقلب وبعد كده حطيته على الجمبري. هسيبهم بقى دول كده على جنب ونيجي نحضر الحله بتاعتنا. جبت الحله حطيت فيها الزيت، واهم حاجه الزيت سخنته كويس وهنا النار تكون عاليه. هبدا هنا اللي انا ادي للجمبري تشويحه كده حلوه تمام لحد ما يغير لونه. اول ما لونه يبدا ان هو يتغير هبدا اللي انا اشيل الجمبري كده زي ما انتم شايفين. وتعالوا بقى نعمل الخطوه اللي هي الاخيره خالص. جبت الزيت ونزلت عليه ببصلايه حلوه كده يعني يكون حجمها حلو. بدات اللي انا احمر البصل لحد ما لونه دخل في اللون البني الغامق ده تمام. لو عايزين برضو تسيبوه فاتح مفيش اي مشكله. هنا نزلت عليه بالرز، هو طبعا مشاع اللي احنا بنعمله بالرز المصري بس انا عملته بالرز بسمتي ما قالش لا يعني، وطعمه بجد كان تحفه قوي. حطيت عليه ملح وفلفل اسود، شويه قرفه صغيرين وشويه من الكركم. بصوا قبل ما احط الجمبري وريحه الرز اصلا لوحدها يعني تحفه جدا جدا من غير اي حاجه. حطيت عليه الميه قلبته كويس جدا. اول ما يبدا اللي هو يتشرب بالشكل اللي انتم شايفينه ده هحط الجمبري اللي احنا كنا محمرينه في الاول. هبدا هنا اللي انا اقلبهم مع بعض وههدي عليهم النار وهغطي وهسيبه بقى يستوي براحته. طعمه بجد خطير جدا جدا، هيعجبكم قوي قوي قوي. عايزاكم كده تجربوه وتقولوا لي برضو التريكات بتاعتكم ايه في الرز بالجمبري بتعملوه ازاي. واهم حاجه ما تنسوش تكتبوا لي بتتابعوني منين، ولو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. انا ساره جمال من بورسعيد. باي باي حلوين. بابا حمد just like I love you so much. سلام.